گوهدارین هیوی اف ام دما خوش بی از بشرا حمد بورما گوشیا زانیارین بشارتی ده و ام دخلک خویا وی هفتیه ل کارگاه ادیب یا بناو و دنگ لباجار دیرکه و ریوبری کارگاه زمان عربی هنک زانیاریش مرابده خویا کرن کرم کن لگوهدار بکن. بنرحب فيك عمو. يا اهلا اهلا، ونحن نترحب فيكي وفي القناه هذه. عرفنا عن حالك. اديب عيسى من المالكيه. بلشنا بعمل البوزة من سنة 1962. أول ما بلشنا يدوي، شي 4-5 سنين يدوي بوزة الدق. بعدين جبنا مكاين إيطالية حديثة وطورنا عملنا من سنة. استوردنا الماكينات من برا من إيطاليا. وقتها كانت الماكينات غالية؟ يعني تقريبا كمان سعرها كويس كان، عرفت شلون؟ وبلشنا في العمل من هذيك من سنة 62 لحد هلا، أنا وأديب شريكي وكمان أنا اسمي أديب، وبلشنا نستمر في العمل لحد هالوقت. كانت كهرباء موجودة ونشتغل مزبوط كل شيء يعني عن طريقة الآلات الحديثة الكويسة. يعني المواد اللي بتصنع، مواد كلها طبيعية نستوردها من إيطاليا، نجيب أحيانا من الشام، من حلب، السحلب والحليب الطبيعي. الحليب الطبيعي أكثر شيء اهتمينا بالحليب الطبيعي، بالشغلات الطبيعية، الفريز، الموز، بالفستق الحلبي. وشغلنا الحمد لله يعني من سنة 62 مزبوط 100% لحد هالوقت. ببداية شغلكم كانت المواد متوفرة؟ ايه كانت متوفرة، كل المواد اللي بدنا هي كان نجيبها من حلب ومن الشام. قبل كنا بالسوق مقابل بريد، كان محلنا صغير، ولما شفنا البلد عم يكبر والشغل عم يكتر بقى قمنا اشترينا أرض وبلشنا بالعمار وعمرنا معمل حديث وكويس ووسيع. ومن أول ما فتحنا لهلا كان في كهرباء وبرادات وكل وسائل البوزة كانت موجودة، فستق وحليب وقشطة وكاكاو، شوكولا، ليمون، كرز طبيعي، كل البوزة تبعنا طبيعية، يعني ما عم نستعمل إلا الطبيعي الكويس. جليد كان أول شيء هون مع معمل بوزة، نقلناه برات البلد. ليش؟ نقلناه لأنه كان يعمل صوت وضجة للجيرانين وللحارة، نقلناه هونيك برات البلد. كماين ما كان يقدروا يفوتوا جوات البلد، قمنا نقلناه برات البلد مشان كماين يقدروا ياخذوا من أول بلد. يعني هلا لسه المعمل موجود؟ موجود، ايه موجود. هل في إقبال على الجليد؟ ايه في ايه. وضع كل شيء متوفر هو. يعني الأسعار تغيرت؟ أسعار شوي ارتفعت عن أول، يعني مو كتير شوي. والحليب اللي بتجيبوه مشان تعملوا منه بوظة أحيانا إيه متضيع من جميع الناس الموجودين بهالقرى عم يجيبوا لنا حليب. كيف بتعرفوا إنه نوعية هذا الحليب منين؟ عندكم جهاز؟ عندنا جهاز يقيس الكثافة تبع الحليب، يقيس كثافته إنه شقد فيه كثافة. لما تكون كثافته كويسة ناخذه، لما مو كويسة ننبهن انه هذا الحليب لازم يكون احسن من هيك، نجربه نغليه، اذا كان ما خرب يعني كل شيء على التجربة. الوانيل، كراميل، المسك والمحلب، هاي للحليب والقشطة
أما الثاني كرز طبيعي للفريز طبيعي. وللكاكاو بودرة كاكاو نجيب بودرة دسم كامل ونعمل خلطة بواسطة جهاز يخفقه مضبوط. هي مراحل صنع البوظة عندكم هون بالمعلم؟ أول شيء نحط الحليب، بعدين نحط السحلب، بعدين نحط السكر، نحط الواني، نغليها وبعدين بعد ما تبرد نطلعها. نحط تجي خلاط يخلطها على المضبوط وبعدين نحطها بالآلة طالعة بوزة. كل 10 دقائق من 10 ل 13 دقيقة طالع 20 كيلو. 20 كيلو حليب يصير 20 كيلو بوزة. بيجوز مثلا الكمية تزداد يعني بالحجم، يعني تحطي تنكة حليب بلكي تطلع تنكة ونص بوزة، لأنه يدخلها هواء تطلع منفوشة شوية، يعني يزيد الكثافة تبع الزيت. هلا بتشوف اقبال العالم على البوظة؟ ايه في اقبال كثير في اقبال. نتشكرك كثير عمو. يا اهلا ونحن نترحب فيك ايمت ما تزورونا على محلنا، محل بوزة أديب الشهيرة. شكرا كثير لك. يا اهلا.